بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. يسعد أوقاتكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام بأولى حلقات البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. عم تسمعونا عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها، وعبر البث المباشر لصفحتنا على موقع الفيسبوك بوير عربي. عم ترافقونا مشاهدة. رح كون معكم أنا شيف حسن بسلسلة من الحلقات، وعلى مدار 6 أشهر لا نتناول ونناقش مع عدد من المختصين والمرشدين النفسيين والأطباء مواضيع عدة وهامة حول الصحة النفسية والجسدية.
اليوم وبأولى حلقاتنا رح يكون موضوعنا عن اضطراب القلق، وللحديث وتسليط الضوء على هذا الموضوع معنا بالاستديو الأستاذ خالد الحاج خلف، الأخصائي النفسي. سعد صباحك أستاذ خالد. أهلا وسهلا ومرحبا، يسعد صباحكم، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. بداية أستاذ خالد ومتابعينا الكرام، خلينا نسمع على البرومو يلي أعددناه حول موضوع حلقتنا وبنرجع لنبلش حوارنا مع الأستاذ خالد. تمام. تعد اضطرابات القلق من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً في العالم، وغالباً ما ينتاب الأشخاص الذين يعانون من إحدى هذه الاضطرابات الخوف والقلق الشديدين، وأعراض سلوكية وإدراكية مختلفة تختلف من شخص لآخر، ومنها الشعور بالقلق أو التوتر، مواجهة صعوبة في التركيز أو النوم، والدوخة أو خفقان القلب. والاضطرابات القلق أنواع عدة، من بينها اضطراب القلق العام المميز بالقلق المفرط، اضطراب الهلع، اضطراب القلق المجتمعي، واضطراب القلق الانفصالي. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن ما يقارب 4% من سكان العالم يعانون حالياً من إحدى أنواع هذه الاضطرابات. وفي عام 2019 كان شخص واحد من كل 8 أشخاص، أو حوالي 970 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مصابين باضطراب نفسي، وكان القلق من الأشكال الأكثر شيوعاً من بين تلك الاضطرابات. وأضافت الصحة العالمية في تقريرها بأن عام 2020 تم تسجيل الكثير من الحالات التي عانت من اضطرابات القلق، وسببت جائحة كوفيد-19 كورونا ارتفاعا كبيرا. وبينت التقديرات الأولية زيادة في اضطرابات القلق وصلت لنسبة 26 خلال عام واحد فقط. هذا وبرغم وجود خيارات فعالة في مجالي الوقاية والعلاج بحسب الصحة العالمية، فإن معظم المصابين بالاضطرابات النفسية لا تتاح لهم رعاية فعالة، كما يعاني كثيرون من الوصم والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي بوير اف ام، وصباحك استاذ خالد. دكتور، خلينا بداية نحن والمتابعين نعرف ما هو القلق ومتى يتحول لاضطراب نفسي لدى الشخص. تمام، أهلا وسهلا بكم من جديد. أهلا وسهلا. بالنسبة للقلق هلا راح نعرفه بشكل بسيط، نعم، بحيث يوصل للناس ويعرفون إيش معناته القلق وإيش هو اضطراب القلق. نعم. طبعا بالنسبة للقلق هناك تعريفات كثيرة، راح ناخذ أوضحها وأبسطها. نعم. بحيث نوصل المفهوم للناس. تماما. أحد التعاريف تقول إنه القلق هو أحد المشاعر الأساسية بالنسبة للإنسان. أحد المشاعر الأساسية بالنسبة للإنسان. نعم. فأحيانا يكون منبه في حالة الخطورة، وأحيانا يكون بناء أو باني يدفع الإنسان للإنتاج والبناء. أحيانا بيكون مفيد كمان. تماما، بناء. ولكن إذا ازدادت وتكررت نوبات القلق وأصبحت غير مسيطر عليها، وأصبحت تؤثر على الحياة اليومية، وبالتالي الإنسان يكون غير قادر على القيام بالوظائف بشكل جيد، هون يظهر عندنا شيء اسمه اضطراب القلق، يتحول لشكل اضطراب. تماما. هو بالأصل أحد المشاعر النفسية الأساسية، سلوك طبيعي موجود لدى الإنسان. تماما. ولكن تكرار هاي النوبات وشدتها وسيطرتها على الإنسان وتأثيرها عليه يتحول إلى اضطراب القلق. نعم. طبعا بشغلة بعد إذنك، تفضل. مع تقدم هاي النوبات وتراكمها وعدم معالجتها، نروح لشيء أبعد من القلق، بيصير حالة مرضية. بتصير حالة مرضية أعقد وبتستدعي تدخل. دكتور، خلينا نفهم أكثر الموضوع، يعني كيف ينشأ هذا الاضطراب لدى الشخص؟ ما هو منشأ القلق؟ تماما. بس بدي أوضح شغلة ثانية. في تعاريف ثانية مهمة جدا إذا تسمحي لي أنسى. إيه؟ في أحد التعاريف يقولون
يقولون انه القلق هو حليف لك يجعل حياتك افضل. اي هون النقطة. ولكن اذا لم يتم السيطرة عليه واصبح خارج إرادة الانسان فيسمى اضطراب، يعني يعطل جزء او يعطل الحياة. تمام. في احد تعاريف عجبتني كثير يقولون فيها انه القلق هو استجابة نفسية لأي خطر أو تهديد يصيب الإنسان، ولكن هاي الاستجابة تسمى رد فعل طبعا. إذا كان رد الفعل هذا أكبر من الخطر أو الحافز، أكبر من حجم الخطر اللي جاي أو الضغط، واستمر بعد الحافز أو بعد الضغط، بهاي الحالة يسمى اضطراب القلق. طبعا اضطراب القلق كنسبة عند الإناث نسبته 2 إلى 1 من الذكور، أكثر من وفق الذكور. إحصائيات منظمة الصحة كمان قرأت نفس الشيء، إنه عدد النساء أكثر انتشارا من لدى الرجال. تماما. هلا ما في إحصائيات بالنسبة للشرق الأوسط، ولكن في إحصائيات بالنسبة لأمريكا. نعم. قالوا إنه 40 مليون شخص مصاب بالقلق، ورغم هذه الإحصائيات ما في غير 36% من هؤلاء المصابين يتلقون العلاج والمتابعة. تصوري 36% فقط من ال 40 مليون. إذا بأمريكا 36% بس عم بيتلقوا العلاج من 40 مليون نعم. مصاب، فما بالك عندنا بسوريا بهالأوضاع هاي. نعم. خلينا نحكي عن منشأ القلق دكتور، وكيف ينشأ هذا الاضطراب لدى الشخص. تمام. هذا السؤال مهم جدا آسف. هلا في عندنا أسباب للقلق وفي عندنا منشأ أساسي. لنوضح الفرق بين المنشأ وبين الأسباب. تمام. المنشأ الأساسي للقلق يعزون إلى منشأ طفولي. إيش معنات منشأ طفولي؟ يعني كانت في طفولة قاسية، تنشئة اللي كبروا تماما. في كان أنماط تقليدية من الطفل للأب والأم، كان في فقدان الأمان، كان في عند الطفل عدم تقدير الذات، يعني ما في محفز عنده. كل هاي الأمور أنشأت عنده منشأ طفولي أدى إلى القلق. يعني بشكل عام نعم. المنشأ لاضطراب القلق لدى الشخص بأي عمر كان بيرجع بشكل أو بآخر لمرحلة الطفولة اللي عاشها. تمام. والتنشئة اللي كبر عليها. هلا في أسباب، ولكن المنشأ الأساسي هو منشأ طفولي. السبب الأساسي. تماما. هلا بعد شوي إن شاء الله نحكي عن الأسباب من خلال عبر اللقاء. ولكن بدي أحكي عن شغلة. تفضل. هلا أحيانا نصادف وجود أعراض جسدية مختلفة لا تختص بجزء معين من الجسم أو بجهاز معين. مثل يعني تسارع القلب، ألم بالصدر، إقياء، إسهال، ألم عضلات، آلام بالمفاصل، أيوة بالتركيز، بالآلام النفسية. هاي الأعراض مجتمعة. يذهب الشخص للأطباء بعد التحاليل وبعد التصاوير وبعد الفحوصات الكاملة. تخرج النتيجة سلبية، ما في شيء. دكتور بيقول ما فيك شيء يا أخي. تماما. فالسبب الأساسي هون يعود إلى القلق. معناته في سبب نفسي مؤثر لهالدرجة لظهور هالأعراض كلها لدى الشخص. تمام. ظهور الأعراض وبعدة مكانات بالجسم وبدون سبب رئيسي. نعم. فهي سببها مطلقا هو اضطراب القلق. تماما. هون إيش يقولون؟ يقولون الجسد يبكي نيابة عن النفس. الجسد يشعر يبكي نيابة عن النفس. هاي بعلم النفس بيقولوها. تماما. دكتور خلينا نعرف الاضطراب القلق عدد من الأنواع الرئيسية. تمام. ما هي هذه الأنواع؟ تمام. قبل ما نبدأ بالأنواع خليني أحكي فكرة خطرت ببالي هلا. طالما حكينا عن الأعراض. نعم. أنسى صاير جسمنا الأساسي مثل جهاز الإنذار تبع الحريق. تمام. فلما يكون في شمعة أو في يكون دخان أو في شيء تحترق، جهاز الإنذار إيش يسوي؟ ينبه. فالعاقل ينتبه على هاي الإشارة. نعم. الأغلب الناس، أغلبنا
ايش يسوي؟ يروح يطفي جهاز الانذار. طفي جهاز الانذار وما بيسأل شو صاير. تماما. فنذهب وين نوصل لدرجة اسمها الاضطرابات. فهذا الجسم مثل جهاز الانذار تماما، يعطي إشارة. ويعني لما تتراكم جميع الإشارات بتتحول من حالة طبيعية لحالة مرضية واضطراب، والاضطرابات بتختلف وفقا لنوعها وفقا لشدتها وعمقها. خلينا نحكي هلأ دكتور عن الأنواع الرئيسية. تمام. وفكرة كمان ثانية. تفضل. عندنا بالنسبة للاضطرابات النفسية أو الأمراض النفسية، هاي الشيء هذا تراكمي. صح. تراكمي، كل ما تراكمت النوبات، كل ما تراكم الضغوط، كل ما أدى إلى ظهور هذه الاضطرابات. بيكون النتيجة هي الاضطرابات. تمام. تراكم المشاعر السلبية، تراكم الأحداث السلبية، غض النظر مثل ما يقولوا عن الآثار السلبية اللي بيعيشها نتيجة حالات القلق والظروف اللي بنعيشها، وخاصة عندنا بمنطقة وبسوريا عاشوا ويلات الحرب يعني. كل هالسنوات للأسف يعني للأسف عشنا حرب ولساتنا يعني في حرب. صحيح. والله الله يحفظ الجميع إن شاء الله. آمين يا رب. دكتور خلينا نحكي هلأ عن الأنواع الرئيسية لاضطراب القلق. تمام. فهناك تصنيفات عديدة. نعم. ولكن راح نأخذ أهمها. في عندنا تصنيف اسمه تصنيف بسيط. تصنيف بسيط. يقسم القلق إلى 3 أنواع. نوع بسيط، ونوع متوسط، ونوع شديد. بسيط ومتوسط والشديد. تماما. النوع البسيط يترافق مع ظهور الضغوط الحياتية ويزول بزوالها. بيكون حالة طبيعية معناته. تماما. يزول بزوال المسبب، بزوال الحدث والمسبب. يعني مثلا شخص صار عنده إجهاد. نعم. بزوال الإجهاد أو بزوال العمل يرجع إلى حياته الطبيعية. تماما. يعني ينتهي القلق بانتهاء الظرف. نعم. عندنا النوع الثاني هو النوع المتوسط. هذا النوع يعني يتمثل بحالة من التكاسل وتباطؤ وثقل. نعم. النوع الثالث هو النوع الشديد. النوع الشديد هو انهيار المنظومة الفكرية عند الشخص، وظهور الأعراض اللي نحن حكينا عنها. طبعا هاي المنظومة الفكرية تؤثر على الفكر، تؤثر على ردود الفعل، وتؤثر على السلوك. هذا أول تصنيف للأنواع الرئيسية. في عندنا تصنيف أشمل وأدق. يشمل عدة أنواع. النوع الأول هو اضطراب القلق العام. اضطراب القلق العام هو اضطراب شديد ولكن غير واقعي. يتمثل ضعف وتوتر وعدم التحكم بالمشاعر. تمام. هذا يترافق مع الأعراض الجسدية اللي حكيناها من شوي. نعم. تمام. هذا أول نوع، القلق العام. نعم. في عندنا نوع اسمه الرهاب المحدد. ايش معنات رهاب وايش معنات محدد؟ طبعا ليش احنا عم نحكي الانواع هاي؟ مو لانه نعطي درس او كذا، ولكن مشان توصل المعلومة للإنسان. نعم. ويعرف الأشخاص المشاهدين إيش المعنات، الفرق بين الأنواع. في عندنا شيء اسمه رهاب محدد. الرهاب المحدد هو يتمثل بالخوف من شيء لا ينبغي الخوف لهذه الدرجة. يعني خوف غير مبرر. يعني الخوف من الحيوانات الأليفة، الخوف من المصعد، الصنصير، الخوف من المناطق المرتفعة، أماكن مظلمة، الخوف من المنخفضات. يعني هاي الأماكن أو الشيء اللي ذكرناه يعني تسبب الخوف، ولكن مو لدرجة كبيرة. بيكون أكثر شيء عند الأطفال أتوقع. هالأعراض بتكون موجودة، أو المراهقين ممكن هلا الأطفال يظهرونها، ولكن موجودة عند الكبار كذلك. كل الأعراض اللي حكيت عنها. نعم، كل الأنواع. طبعا الشخص هون يكون بحالة جيدة إذا ما شاف هاي الأشياء. ممكن يرجع لمسبب بالطفولة يكون مؤثر على هذا الشخص ليصير عنده هالفوبيا أو هاي الخوف. احنا مثل ما قلنا منشأ القلق بشكل عام طفولي. صح، طفولي. هون قلنا الشخص مجرد ما تغيب هاي الشغلات يرجع طبيعي. شوفت هاي الشغلات برؤيتها يرجع مع اضطراب القلق او الرهاب المحدد. بيكون الحالة مقترنة بالحدث، بوجود هذاك المسبب اللي بيؤدي ل هالنوع من الانواع الرئيسية. تماما.
في شيء عندنا اسمه رهاب الخلاء. الخلع. خلاء، أيوة. هذا الشخص يكون في حالة اضطراب في حال عدم وجود أشخاص معينين أو شخص معين. يعني الشخص متعلق بشخص ما، إذا ما كان موجود بيشعر بالرهاب والخوف. نعم. إيه، فهذا عدم وجود الشخص هذا يعرقل الحياة عند الشخص الثاني. مشكلة والله هذا هالنوع. طبعا في عندنا شيء بالعلم النفس أو الصحة النفسية، أمرين دائما ننبه عليها. طبعا في أمور ننبه عليها كثير، إن شاء الله نحكي عليها بالجلسات الجاية، ولكن هون طالما جابنا الحديث لهذا المجال بشي شغلتين أساسيتين، هما التعلق والخوف. الأمرين غير جيدين لصحة الإنسان والنفسي. التعلق يجعلك تخسرين الشيء، وأي شيء تخافين منه يظهر. لما تخاف من شيء بيطلع قدامك بيقول تماما مثل المثل. دكتور، ضل لسه تصنيفات؟ اي نعم، تفضل. نعم بعد إذنك. النوع الرابع اسمه الرهاب الاجتماعي. طبعا هذا الرهاب الاجتماعي هون الشخص يعاني من خشية التعرض للمواقف والظهور أمام الشاشات أو أمام الأشخاص أو التحدث أمام العامة. نعم. طبعا يسمى الشخص هون يسمى انسحابي حسب تقسيم الشخصيات. شخص انسحابي يعني يخاف التواصل، يخاف الظهور. طبعا له حلول ولكن تدريجية. تمام. احنا الآن نذكر الأنواع. نعم. النوع الخامس نوع مهم جدا ومنتشر وعم نلاحظه من خلال جلساتنا، هو الوسواس القهري. ومنتشر كثير أتوقع. تماما. منتشر من زمان والآن ينتشر أكثر، بيطلع أكثر الأعراض. نعم. الشخص هون بالوسواس القهري يتحقق من أمور ويكررها بدون داعي لها. مجرد وصول فكرة معينة لعقله، رغم أنه دارس الفكرة هاي 100%، ولكن مشان إيش؟ تعبئة هذا الفراغ أو تعبئة هاي الفكرة يلي جت بدماغه. تمام؟ يعني سيطرت على دماغه وصارت ملازمة له. طبعا دارسها بعناية. نعطي مثل المدفئة أو الصوبيا. يروح مثلا يطفي الصوبيا عدة مرات، يرجع يطفيها أو يرجع. طفيتها ولا ما طفيتها؟ نعم. تقفيل الباب، غسل اليدين. طبعا هون الأشخاص أحيانا يفعلون الشيء بشكل سري مشان يتجنبون الحكي من الأشخاص الثانيين. نعم. طبعا الوسواس القهري راح نخصص له حلقة أكيد كاملة له، نستعرض إيش الأعراض وإيش يمكن نقدم علاج. موضوع مهم حقيقة. تماما تماما. النوع تفضل يا أنسة. لا كمان تفضل. النوع السادس هو توتر ما بعد الصدمة. توتر ما بعد الصدمة. أي، أو قلق ما بعد الصدمة. هون أحب أحكي فكرة. الفكرة أنه مو كل صدمة تؤثر على الإنسان. نعم. ومو كل إنسان يتأثر بالصدمات. شلون؟ الإنسان، كل إنسان له خبرته بالحياة، له وعيه، له ثقافته، له اندماجه، له منشأه الطفولة اللي قلناه. فهون الشخص إذا كان عنده خبرات، عنده وعي، عنده ثقافة، تواصله جيد، تأثير الصدمات عليه يا إما لا توجد تأثير أو إنه تأثيرها بسيط. بيكون عنده خبرات سابقة تماما، وعي، تواصل مع الناس، اختلاط، يعني مسلح نفسه نفسيا، متحصن نفسيا. تماما. تحصين نفسي. أما الأشخاص يعني اللي يتعرضون لهذا الاضطراب، إنه لاحظهم يكررون اللحظة الصادمة. يعني صار معه حادث، يروح ويرجع يقول لك أنا ضربتني السيارة، أنا ما أدري إيش صار فيه. بيرجع لنفس الحدث، يكرر الحدث دائما. بيكون نتيجة إنه هذا الحدث ظل بباله، ما عاد يفارق المخيلة. نعم صار معه اضطراب، أثر فيه تماما، وصل لدرجة الاضطراب. تماما. هو اسمه اضطراب ما بعد الصدمة.
هون تظهر عندنا كوابيس، تظهر عندنا مشاكل بالنوم، يظهر عندنا قلق دائم. تمام. في شيء عندنا نوع متطور أكثر من الأنواع البقية. هذا النوع يخص المشاعر والأفكار الأساسية بالإنسان، معتقدات الإنسان. نعم. ايمتى تيجي هذا النوع؟ إذا لم يتم معالجة الأنواع قبل يظهر عندنا هذا النوع. من شوي ذكرنا مفاهيم خاطئة ممكن. نعم، مفاهيم خاطئة، مشاعر، أفكار، سلوك خاطئة، سلوكيات خاطئة عفوا، توصلنا لهذه الدرجة. فنروح لدرجة أبعد من القلق وهو الاكتئاب وإلى الذهان وإلى مراحل متقدمة. الخطورة وين؟ الخطورة إذا الإنسان لم يلجأ إلى الاستشارة يذهب إلى سلوكيات خاطئة تدمر حياته، مثل المخدرات للأسف. نعم دكتور، هون خلصنا الأنواع. خلينا نحكي عن المسببات الرئيسية لاضطرابات القلق، ما هي؟ تمام. هلا قلنا المنشأ الأساسي هو طفولي. تمام. مع هذا المنشأ هناك مسببات تسبب القلق. طبعا المسببات كثيرة. صنف العلماء منهم سبيرمان وكارمن هورني صنفوها لعدة أسباب. الأسباب الأول الأسباب هي الأسباب أو العوامل الوراثية بالدرجة الأولى. إيه. وعندنا شيء بعلم النفس بالنسبة للوراثة. ليست الوراثة هي الفطرة أو انتقال شيء من الولادة، إنما هي حاجات مكتسبة. تماما. ولكن نسميها عوامل وراثية. يعني مو وراثة تامة 100%. في عوامل بتلعب دورها لتكون موجودة لدى هذا الشخص وبتؤدي. أهلا نحكيها إن شاء الله. اتفضل. هون مثل ما قلنا اكتساب. في عندنا بعض الأوائل عندها استعداد لظهور هذه الاضطرابات. طبعا وين يكون هذا الاستعداد؟ ايمتى ينبني على ردود الأفعال للأشخاص، التعامل مع المواقف، وامتصاص الصدمات. 3 عوامل كتير مهمة. تماما. درجة النضج والتعامل تحدد درجة الاضطراب. يعني هذا الشيء بيعكس فكرة كتير مهمة، إنه ممكن إذا كان الموضوع على الصعيد العائلي ما يعني معالج وما بيكون منتبهين لهذا الشيء، فهذا الشيء ممكن ينتقل للأفراد التانيين اللي رح يجوا. يعني تماما. هو الأصل هيك. نعم. انتقال ويصير استعداد بالعائلة، ولكن ما في شيء اسمه وراثة للأمراض النفسية. تمام. السبب الثاني هي العوامل الكيميائية. نعم. هاي العوامل الكيميائية تخص التركيب الكيميائي للدماغ، المختصة بالناقلات العصبية للدماغ. نعم. تتأثر هذه الناقلات ويظهر عندنا الاضطراب. كيف بيأثر هالناقلات العصبية الموجودة بالدماغ لدى الشخص على ظهور الاضطراب؟ يعني من حيث سرعة الاستجابة العصبية ممكن تأثر دكتور، أو خلل بالدماغ ممكن؟ هلا الناقلات العصبية يرافقها ناقلات كيميائية، تركيب كيميائي للأعصاب. نعم. فكل ما تأثر هذا التركيب كل ما ظهر عندنا اضطراب أكبر. يعني الناقلات الكيميائية بتأثر على الناقلات العصبية كمان. تمام، تؤثر على بعضها. نعم. السبب الثالث وهو المزاج. نعم. المزاج. فالمزاج هون لابد من إشارة إلى شغلة معينة. نعم. أصحاب المزاجات الحساسة، الشخصيات الحساسة، وسريعين الغضب، يظهر اضطراب القلق لديهم أكثر من غيرهم. نعم. 1. 2. الأشخاص الذين يقيسون الأمور على المسطرة مثل ما يقولون، على الليبرا. نعم. كذلك تظهر عندهم الاضطرابات بشكل أكبر من الأشخاص العاديين.
فالمزاج يلعب دور كبير في ظهور اضطراب القلق. نعم. هلا بالنسبة إذا جيتي معيشة آبائنا وأجدادنا ما كان في عندهم هالاضطرابات، ما كان في عندهم هالمشاكل، كانت ليش؟ حياة بسيطة أكتر. أيوة. فكانوا يتعاملون ببساطة مع الأمور وببساطة مع الحياة كمان. كان كل شخص يعرف دوره، تمام، ويتعامل مع الحياة حسب دوره. تصوري دراسة العلماء للآباء والأجداد استنتجوا قاعدة هي علامة الفهم البساطة، تختصر كل شيء. نعم، علامة الفهم البساطة. عندنا السبب الرابع رد الفعل المعتاد. شنو؟ كل ما كان الشخص متفهم وعقلاني كل ما اختفى الاضطرابات. نعم. وكل ما اختفت العقلانية ظهرت الاضطرابات. تناسب. الموضوع يرتبط بطريقة تفكير الشخص بدرجة تفكيره وفهمه والوعي. نعم. حتى يقولون على سبيل الحكمة وعلى سبيل الموعظة. نعم. يقولون انه في عصر من العصور في احد الولايات يا الامريكية او البريطانية كان والي لهاي الولاية، فكان اذا في مشكلة عند الشعب يحكي كلمتين يهدأ الشعب. اجا يحكي كلمتين عن طريق التفاهم العقلانية. اجا والي بعده اذا بده يحكي يسوي بمشكلة. طريقة التفكير وطريقة التعامل مع المجتمع تماما تفاهم ما في عقلانية. صح. فيأتي كله من التجارب. هذا بيعكس موضوع الأسلوب بالدرجة الأولى، أسلوب الشخص وطريقة إلقائه الكلام. نعم. طريقة تعامله مع الآخرين بيأثر على تقبل الآخرين. دائما احنا خلال محاضراتنا وخلال حملات التوعية نقوم بها، طبعا في عندنا فريق صحة نفسية بعدة مستوصفات. يعني متألف من الأخصائي النفسي، مدير حالة، وفي عندنا مثقفين صحيين. في عندنا زيارات منزلية دائما يومية للحالات، للزيارات منزلية دورية. نعم. فننقل لهم أفكار توعية، أفكار جيدة، ثقافة تماما. وننقل شيء، يعني في أشخاص ما وصلتهم الثقافة قبل أو كانت ظروفهم صعبة، نقول لهم يعني بهاي الفترة صار في تنوع، صار في انترنت، بصراحة صارت الثقافة متاحة. ثقافة متاحة بس ما في بس ما حدا معذور أنسى. صح. يعني المو مثقف يذهب يفتح انترنت، في مجال، في مجالات التواصل تماما ومجانية. فلذلك ما حدا معذور في هذه النقطة. يعني اللي بده يزيد خبراته، اللي بده يزيد توعية، اللي بده يزيد أي شيء موجود. نعم. ولكن بده يبحث عنه. بس اسمحي لي أقول السبب الأخير. نعم. أطلت عليك يجوز؟ لا بالعكس دكتور. السبب الأخير هو الإجهاد. الأعمال المجهدة مثل ما قلنا من شوي سبب من أسباب اضطراب القلق والضغوطات. وفي شيء انخفاض المردود الاقتصادي. طبعا هذا سبب اضطراب كبير للناس وظهور القلق. في عندنا شيء اسمه عوامل مساعدة لظهور القلق. تمام. هي تراكم الضغوطات. يعني من تتراكم الضغوطات ظهر القلق. وجود الأمراض، وخاصة الأمراض المزمنة والأمراض الكبيرة جدا لدى الشخص ولا ضمن العائلة كمان دكتور؟ ضمن العائلة ولدى الشخص. اثنين يأثروا. جيد، ملاحظتك ممتازة. وكذلك الطفولة الصعبة. أنا خلصت هيك من الأسباب. دكتور عندنا استطلاع. نعم. أجوه زملائنا فريق راديو بوير نستمع لآراء الناس حول موضوع حلقتنا وبنرجع. تمام. القلق هو الشعور بحس فيه الشخص لما يتوتر من شيء أو يخاف من شيء أو يفكر بشيء زيادة عن اللزوم فيؤدي إلى الشعور بالقلق. هلا ولا مرة التقيت بشخص عنده قلق دائم، بس بظن كلنا التقينا بأشخاص عندهم القلق
مؤقت. يعني مثلا فينا نقول بفترة الامتحانات بنشوف الطلاب قبل النتائج ب48 ساعة يكون عندهم الشعور بالقلق، فهالقلق بيكون اسمه القلق المؤقت، يعني بس تطلع النتائج هالقلق شوي شوي بيخف. هلا القلق بشكل عام يمكن هي حالة نفسية أو شعور بعدم الراحة أو التوتر. بالمختصر هي كتلة من المشاعر السلبية اللي بيمر فيها أي إنسان، مثل الشعور بالفرح والحزن وغيرها من المشاعر. شو هي أسباب القلق؟ في كتير أسباب. ممكن يكون عندي شغل، خلال الشغل صار معي موقف أدى يصير عندي قلق وتوتر. أنا كطالب عندي فحص وامتحانات وضغط دراسي، طبيعي كمان يكون في توتر وقلق. أنا كإنسان عادي يكون مر معي بيومي كذا موقف يعني كتمت هاي المشاعر ما طلعتها بالوقت الصح. بنهاية يومي إذا أجي طبيعي يكون عندي قلق وشعور بعدم الراحة. القلق هو مرض موجود في كل مكان. هو عبارة عن تركيز بأشياء نعطيها أهمية أكثر من ما هي مهمة. مثال التفكير الزائد يسبب القلق، والتفكير بأشياء ليست بالبال تسبب القلق بشكل عام. عندما تفكر بالمال وبالمشاكل المنزلية التي تواجهها في اليوم هي تسبب القلق. قلق إنه حالة نفسية تصيب الإنسان. طبعا هالحالة تؤدي إنه شعور الإنسان بحالة عدم الراحة النفسية وسيطرة الخوف والتوتر والتردد عليه. طبعا هالحالة تجي إنه الإنسان في بعض الحالات يكون الخطر موجود، يعني الخطر يكون موجود الإنسان يبلش يعني يصير معه قلق، وفي بعض حالات يتخيل بوجود وأوهام ويتخيل بتخيلات ما في جباري يصير عنده هالقلق. طبعا هالقلق يؤثر سلبا على حياته، على نشاطاته، على أي شيء يخصه. هلا القلق موجود مو بس عند الشاب، موجود عند البنت كمان. نتيجة هذا القلق التفكير الزايد. لما انت اليوم تجي بتفكر بالشيء زيادة عن حده بيسوي معك قلق، او مثلا مشكلة، او مثلا شغلة مادية صارت في البيت، او مو بس بيت او شغل او اي شيء ان كان، فهذا بيسبب اكبر سبب انه يصير معك قلق. كيف نتفادى هذا الشيء؟ نتفاداه طبعا بدل انه نفكر بالشيء اللي صار معانا نفكر بشيء تاني، نحاول نشغل عقلنا بشغلة تانية او ندخل شيء تاني لعقلنا. هلا ضمن حياة الإنسان أكيد في حالة قلق، مو بس حالة قلق، حالات قلق اللي نحن عم نواجهها. في كتير أشخاص بتصادفنا بحياتنا إنه هن بيشعروا بشعور القلق. طبعا هذا الشيء أحيانا بيأثر علينا نحن كإنسان إذا نحن تعاملنا مع هذا الشخص القلق، فنحن نحاول قدر الإمكان إنه نحن نوجه ونرشد الشخص يلي يكون عنده حالة القلق لحتى هو نوعا ما أو شوي شوي كمان هو بيشعر بحالة الارتياح من خلال الإرشادات يلي أنا بدي وجه لها، أو بعض النصائح يلي بتكون علمية لحتى هو يخفف من حالة القلق يلي هو ضمنه. بعيدا انه اذا صار حدث ما او ما صار حدث ضمن حياة الانسان، مثلا الانسان بيتعرض انه ما اخذ كمية كافية من النوم اللازم ضمن اليوم الواحد، هذا الشيء بيخلي الانسان يبقى قلق وما بيخليه يشعر بالارتياح. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي بوير اف ام. استاذ خالد، استمعنا للاستطلاع وسمعنا آراء الناس، كيف وجدت هذه الآراء؟ الله يعطيكم العافية ويعطيهم العافية هم كمان. بصراحة معظم المعلومات اللي حكوها أو الأفكار حكوها صحيحة. يعني في أفكار يعني فيها بعض من الخطأ، إنه مثلا القلق فيه أوهام أو هلاوس، لا. هاي المراحل المتقدمة أو الاضطرابات الثانية، في أمراض ثانية تخص الأوهام أو الهلاوس. طبعا في شخص حكى إنه كمان تصيب الإناث،
هو بالأصل الإناث نسبتها أكثر من إصابة يمكن الذكور. العوامل المسببة بتكون أكثر لدى النساء. في شخص بصراحة عم حكوا معظم الجلسة اللي حكيناها صحيح، تحدثوا عن الأعراض وتحدثوا عن الأسباب. كونه المرض هو مرض العصر بصراحة، يعني صح. هو مرض العصر، يسمى مرض العصر. فلذلك الناس معظمها عندهم معلومات عن هذا المرض أو شافوا حالات أو يحكون، فحكوا الواقع تماما واستطلاع ممتاز. دكتور، لفت نظري، لفت سمعي، يعني كل الآراء كانت إيجابية وبتمس الموضوع بشكل دقيق. يعني الصوت اللي يتحدث عن إنه ضروري نحن نوجه الشخص اللي بيعاني من القلق، بيبادر لذهننا كتير مرات إنه يكون في أشخاص قلقين بنقول لهم لازم أنت تنتبه على حالك، تخلص من هالحالة. بس الصوت لفت نظرنا لموضوع إنه كتير مهم الوسط المحيط بالشخص يكون منتبه على هذا الشخص ويوجه هذا الشخص. أحيانا ممكن يكون الوسط المحيط هو المسبب الأساسي للقلق لدى الشخص. تماما. هلا في شغلة أساسية مثل هالبرامج، الله يعطيكم العافية حقيقة، يعني عم تنشروا شيء طيب جدا. وجود هالبرامج، وجود حملات التوعية يساعد الناس على تفهم المواضيع أكثر. فكل ما كان الأهل متفاهمين لهذا الموضوع، وكل ما كان وصلت الفكرة صح، يقدرون يعني يساعدون أبنائهم للوصول إلى العلاج أو الوصول إلى التوعية. ولكن غياب حملات التوعية وغياب الإعلام كله أثر سلبي يعني. نعم. إيه، فكل ما كان وصلت الفكرة بشكل أسرع وبأقرب وقت كل ما كنا بخير أكثر. صحيح. خلينا نسلط الضوء على نقطة كتير مهمة بموضوعنا، وهو مسألة العلاج. هل يتعالج أو يتحسن الشخص من تلقاء نفسه من أنه يتحول الاضطراب لاضطراب قلق؟ شخص اللي بيعاني من اضطراب قلق هل يتحسن أو يتعالج من تلقاء نفسه، أم يجب أن يكون هناك متابعة؟ وما هي طرق المتابعة دكتور؟ تمام. أو العلاج؟ سؤالك ممتاز. هلا قبل ما نوصل للعلاج حاب أحكي فكرة. للأسف ما عم يصل الشخص للمكان المناسب إلا يكون في حالات متقدمة جدا، وأحيانا نقول خطيرة. للأسف. إيه والله هذا شيء مؤسف، ولكن هذا الواقع يعني بدنا نحكي. إحنا خلال فترة تواجدنا الفترات الماضية اشتغلنا على هذا الجانب. نعم. والحمد لله كان في استجابة قوية جدا. يعني كانت الاستشارات تأتينا في وقت مبكر، فكل ما كانت الوقت مبكر كل ما كان العلاج أسهل، وكل ما كان الوقت المعالجة أقصر. حتى تكلفة العلاج إذا كان في زمن تكلفة دوائية كان أقل. دكتور، سبل الوقاية ما هي؟ تمام. هلا نحكي إن شاء الله، نحكي عن العلاج ونحكي عن سبل الوقاية. سؤالك ممتاز. تمام. هلا العلاج، أحب أحكي شغلة، إنه معالجة القلق هي معالجة فعالة وفعالة جدا. تعالج إذا تعالج كان مراحل بدائية، يعني إذا كان بدائية أو المتقدمة للقلق، إذا تم متابعة الموضوع تماما. عم تستبقي عم تاخذي محاضرتي يا اي، فاذا تم متابعه الموضوع ومعالجه الشخص فتكون معالجه فعاله جدا. طبعا عندنا نوعين من العلاج، علاج معرفي سلوكي وعلاج بالادويه. احيانا يقتصر العلاج على نوع محدد، واحيانا يشترك النوعين بحسب درجة الاضطراب، حسب درجة الاضطراب، حسب تشخيص الأخصائي. العلاج المعرفي السلوكي يهدف إلى تغيير أنماط التفكير والسلوك والمعتقدات عن طريق تقنيات واستراتيجيات يستخدمها الأخصائي ينقلها للأشخاص. هون تؤدي إلى تغيير تفكير محدد
وتؤدي إلى تغيير سلوك محدد إلى شيء إيجابي. هاي مهمة العلاج المعرفي السلوكي. طبعا من خلال جلسات متعددة. طبعا الشيء الثاني هي الأدوية. عندنا نوعين من الأدوية: مضادات القلق ومضادات الاكتئاب. الشيء الجيد أنها لا تسبب الإدمان وفعاليتها ممتازة 100%. نعم. الشيء الأحسن أنه يشترك العلاج الدوائي مع العلاج المعرفي السلوكي، بيكون أفضل تماما، ويعطي نتيجة أفضل ونتيجة ممتازة. ليش دكتور؟ لأنه الأدوية مهمتها تهدئة الأعراض المرافقة للاضطراب، بتسارع بزيادة التحسن. تماما. ولكن المهمة الأساسية للأدوية تؤثر على الناقلات العصبية، ولكن بشكل عام مهدئات بتكون يعني. أيوة، تزيل الأعراض أعراض الناتجة عن الاضطراب. يأتي العلاج المعرفي السلوكي مكمل لهذه عمليا. بيكون البال أو الدماغ لدى الشخص بيكون مرتاح ليقدر يتقبل المعلومة اللي نحن بدنا نصححها. يا سلام عليك، يا سلام، ممتاز. هون النقطة الأساسية. تماما. طبعا من الأمور المساعدة في العلاج هي الدعم الاجتماعي. أنا كثير أركز على هذا الموضوع، يعني يجوز فقدناه الفترة الماضية، ولكن الحمد لله لساته موجود. الدعم الاجتماعي له دور كبير في القضاء على الاضطرابات أو تخفيف منها. هنا نقصد الدعم المجتمعي والدعم من العائلة أيضا. دعم عائلي بداية ودعم من جيران، الأسرة والجيران والمجتمع. تماما. راح أرسم لك رسمة. تفضل. شوفي عز، هون الدائرة الصغيرة هي الفرد. خلي كمان متابعينا يشوفوا هاي الفرد. الدائرة الأصغر موجودة بين الدوائر. هون الأسرة، هون المجتمع. تتوسع الدائرة من الأسرة في المجتمع. فشوف ايش قد مهمة الفرد، ايش قد مهم لحاله، وايش قد مهم الأسرة بالنسبة له، وايش قد مهم المجتمع بالنسبة له. صحيح. فكل ما كان شبكة الدعم أقوى أكبر، كل ما كنا بخير أكثر. صحيح. طبعا من أهم المهمات هاي. صحيح. طبعا تفضل يا عزة. خلصت الفكرة دكتور. تمام. في أمر ثاني بدنا نحكي عنه غير الدعم، وهو الوقاية. كتير مهم. قبل الوقاية تفضل. نعم تفضلي. لا دكتور، كنت رح أسألك عن الوقاية، ولأنه وقتنا عم شوي عم يداركنا الوقت، معنا عدة دقائق. تمام. نتحدث عن الوقاية بعجالة. الوقاية بمختصر: درهم وقاية خير من قنطار علاج. صحيح. تمام. والعقل يشبهونه مثل الحديقة. مثل الحديقة. هاي الحديقة إذا زرعتي فيها ورود واعتنيتي فيها وسقيتيها، إيش تطلع؟ ورود. أكيد ورود جميلة. إذا أهملناها تطلع الأشواك، ما بتطلع الأوراق وبتيبس. الأشواك هي الاضطرابات. فكل ما كانت الوقاية موجودة، كل ما كنا بوضع صحي أفضل. الوقاية بيتطلب الكثير من الأمور اللي لازم ينعمل، يعني سواء مطلوبة، سواء من الأسرة، سواء من المجتمع، سواء من الفرد، إنه يوقي نفسه من إنه يتحول حالة طبيعية عنده لاضطراب. الوقاية مثل ما قلت لك، الوقاية الأفراد والأسرة والمجتمع كل يلعب دور. سلسلة. دكتور، قبل ما أسألك عن النصائح ونختم لقائنا، هناك فكرة يعني راودني حول هذا الموضوع، هو القلق إذ لم يتم علاجه نفسيا بالدرجة الأولى وتحول ثم لمرحلة يتطلب التدخل الطبي. هل من الممكن أن تصل تداعيات هذا الأمر أنه يتغير الحالة أو تصل لشكل آخر من الاضطراب، ممكن التوحد يعني لدى الشخص إذا ما تم علاجه بشكل كلي؟ هلا إذا ما تم علاج اضطراب القلق،
يتحول إلى شكل ثاني. يتحول. هو أقرب تحول له هو الاكتئاب. وبعدين يتحول إلى أشكال ثانية مثل الذهان والأشكال الثانية، ولكن التوحد له فصل خاص فيه. نعم. نعم. كل ما أسرعنا بالعلاج كل ما كنا بخير أكثر. صحيح. دكتور، شو هي النصائح اللي فينا نوجهها لكل اللي عم بيسمعونا، وخاصة للأشخاص اللي ممكن يكون عندهم شكل من أشكال القلق وممكن يكون عندهم أشكال متقدمة وهن ما عندهم الإدراك لهذا الشيء، شو بتنصحهم؟ تمام. النصيحة في عدة نصائح أرجو الاستماع لها جيدا. نعم. أول شيء يجب أن يكون تفكير إيجابي. تفكيرنا لازم يكون إيجابي وتعاملنا لازم يكون إيجابي. ننتبه على أمر مهم، أمر النوم وأمر الأكل، هذا مهم جدا، وممارسة الهوايات، ممارسة المشي. يقولون أن المشي يعالج 20 مرض. تصوري المشي يعالج 20 مرض. نعم. الرجوع إلى الطبيعة، ممارسة الرياضة جدا مهمة. والشيء اللي حاب أحكيه الثاني، لما شخص يقع بحالة قلق أو حالة خوف، في عندنا شيء يهدي من روعنا. نعم. هو تمارين التنفس العميق والبطيء. هذه التمارين ما جاءت عبثية وألفت فيها كتب كثيرة. نلاحظها أكثر شيء إذا شفتي لاعب القدم لما يضرب ركلة الجزاء يستنشق هواء قبل ما يضرب، يصير عنده قلق، ياخذ شهيق من أنفه وزفير من تمه لحتى يضرب الطابة، بيخف معدل التوتر عنده تماما. هذا التنفس، الشهيق من الأنف والزفير من الفم، طبعا يكون بطني ما يكون صدري، يساعد كثير في التخفيف، بحيث أنه الشخص يعرف وين يتوجه. صحيح. هذا التنفس نلاحظه عند الأطفال الرضع. سبحان الله، مع الفطرة تلاحظين بطن الطفل ترتفع وتنزل. صحيح. هذا تنفس 100%، فطرة إلهية. الرضيع بيعرف يخفف توتر. في شيء ثاني، تمرين ثاني، إذا ما ضبط عندنا تمرين التنفس العميق والبطيء وما قدرنا نهدأ أو نتوجه، في عندنا تمرين اسمه تمرين الانقباض والانبساط. تمرين الانقباض والانبساط هو مسك عضلة ما من الجسم بإيدي، يعني سواء باليد أو بالرجل أو مكان، مسكها هكذا وأخذ شهيق، بالزفير أترك. يعني مسك أي عضلة، مسك أي عضلة، مثلا عضلة اليد مع الشد الدكتور نمسكها بحيث أنه نلاحظ الموجودة. إيه ناخذ شهيق هيك، هذا انقباض. بالانبساط نتركها مع الزفير اللي بيطلع، بالزفير معي هيك يعني. هذا الشيء بيخفف من هذا يرجعنا للواقع. ومتى ما رجعنا للواقع صرنا نعرف وين ننطلق، بيزيد من نسبة التركيز لدى الشخص. تمام. دكتور، كتير الشكر لحضرتك. الله يحفظك. إذا في كلمة أخيرة بتحب توجهها تفضل. أحب أوجه شغلة. احنا عم نعمل بمراكز هيئة الصحة، في عندنا مستوصفات كثيرة فيها قسم صحة نفسية، فيها موجود أخصائيين نفسيين والاستشارات مجانية. نعم. وموجودين من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 3 عصرا. وفي عندنا خدمات، حتى خدمات الهاتف المجاني، في ناس ما يقدروا يوصلوا للخدمة، يكون أماكنهم بعيدة أو التنقل بعيد. إن شاء الله الحلقات الجاية نعطيكم الأرقام. يلي ما يقدر يتواصل أو يجي للمستوصفات يتواصل عبر هذه الأرقام. أتمنى يكون الكل بخير إن شاء الله، وإحنا جاهزين لأي خدمة، أنا وجميع زملاء الأخصائيين النفسيين، والله يعطيكم العافية على البرنامج. الله يعافيك دكتور، كتير شكرا لحضرتك.
دكتور خالد الحاج خلف الأخصائي النفسي، كتير شكر لك وكتير شكر لمتابعينا الكرام مشاهدي ومستمعي إذاعة بوير اف ام. كنت معكم بأولى الحلقات الخاصة أو الحلقات البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. من وراء المايك كنت معكم شيف حسن، انتظرونا بحلقات قادمة، إلى اللقاء. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.